احمد عبد الظاهر، وحوار لا يقبل القسم على 2. احمد عبد الظاهر ويصد الشناوي، ويصد الشناوي، والركله الاولى ضائعه للنادي الاهلي. لعبها وحشه قوي احمد عبد الظاهر، لعبها ضعيفه جدا ضعيفه جدا، والشناوي يتوقع، الشناوي يتألق، الشناوي يتفوق. يا سلام يا سلام يا شناوي، ما شاء الله، عامل التراي واخد الخطوه ناحيه الشمال وعامل تراي عالمي. يضيع احمد عبد الظاهر اول كوره واول ركله ترجيح للنادي الاهلي. ركله الترجيح الاولى لنادي الزمالك محمد عبد الشافي. يا ترى يا عبد الشافي، اللاعب المجتهد في المباراه دايما بتقلق منه، يعني دايما لعيبه كبيره جدا يبقى عامل مباراه عالميه ويضيع، لكن هنشوف بقى عبد الشافي هيعمل ايه، هيجيب ولا هيضيع؟ عبد الشافي واكرامي. عبد الشافي يا ولد يا ولد يا ولد يا عبد الشافي يا ولد، يعني هدف عالمي، هدف عالمي، حاططها بالمسطره، حاططها بالمسطره عبد الشافي. يا سلام، وفي ارتفاع قاتل، في ارتفاع قاتل، صعبه صحيح، رايح لها شريف اكرامي، ولكن هو حاططها صح قوي، حاططها صح قوي، مظبوطه قوي. محمد عبد الشافي بيسجل الهدف الاول لنادي الزمالك، يبقى 1 نادي الزمالك لا شيء النادي الاهلي. ركله الترجيح الثانيه للنادي الاهلي وليد سليمان، ومواجهه مع احمد الشناوي. وليد سليمان بالقدم اليسرى، وليد ويضيع وليد سليمان، ويتألق احمد الشناوي. احمد الشناوي بيقترب بالنادي الزمالك من لقب السوبر، يقترب نادي الزمالك من لقب السوبر بعد تألق وتعمق من احمد الشناوي. ادي زي ما حضراتكم شايفين وليد سليمان يعني كان مقرب من الكوره زياده عن اللزوم قوي، زياده عن اللزوم قوي، وهنا بقى طبعا كان المفروض تيجي في نص المرمى، لكن انقضاض او التراي بتاع الشناوي عالي قوي. تراي الشناوي ما شاء الله بياخد بيه المرمى كله، عشان كده كانت هتفوت الكوره، لكن عمل تراي قوي جدا جدا. وادي بقى هنا خالد قمر لنادي الزمالك، وركله الترجيح الثانيه لنادي الزمالك. خالد قمر لو دخلت دي تعمل خطوره لنادي الزمالك وتقربوا بشكل كبير جدا. خالد قمر واكرامي، شريف اكرامي وخالد قمر، داخل خالد ويسجل الهدف الثاني لنادي الزمالك. 2 نادي الزمالك لا شيء النادي الاهلي. هنشوف بقى، ادي خالد قمر عملها في ارتفاع هايل جدا. اذا تبديل خالد قمر لركلات الترجيح من نقطه الجزاء كان يعني عند حسن ظن حسام حسن، بينما تبديل احمد عبد الظاهر لركلات الترجيح من نقطه الجزاء لم يكن عند حسن ظن جاريدو. محمد نجيب والركله الثالثه لنادي الاهلي. محمد نجيب، والحوار بتبقى صعبه جدا لما اللي قبلك يضيع. محمد نجيب، يا سلام يا نجيب، يا سلام يا نجيب، عملها صح قوي، صح قوي، ومركونه في المكان في جنب الشبكه، وقويه وفي ارتفاع منخفض، صعبه على احمد الشناوي اللي بنرفع له القبعه، اللي بنرفع له القبعه، رايح على كل كوره، وكان قاب قوسين او ادنى من الحصول على الكره الثالثه كمان. يا سلام يا نجيب، يا سلام يا شناوي، على الرغم من ان الكوره ضاعت. لكن هنشوف بقى ركله الترجيح الثالثه لنادي الزمالك. احمد سمير يبقى هو نازل عشان ركله الترجيح. الخيار الاول خالد قمر نجح. احمد سمير ويصد اكرامي، ويصد اكرامي. الخيار الثاني لم ينجح يا احمد يا سمير، يصد شريف اكرامي. يا المباراه يعني في ركلات الترجيح كمان بدات يعني تسخن جدا، بدات تسخن جدا. 2 نادي الزمالك، 1 النادي الاهلي. يا سلام يا سلام، هو ده الكلام، حتى الاثاره موجوده، حتى الاثاره موجوده. احمد سمير بيضيع ويتجدد بصيص الامل، يتجدد بصيص الامل بالنسبه للنادي الاهلي. وليه بقول بصيص؟ لان لسه بدري، لو دخلت لعبه نادي الزمالك هتبقى فيها خطوره على النادي الاهلي، لو ضاعت لعبه لاعب باسم علي هتبقى فيها خطوره على النادي الاهلي. باسم علي وركله ترجيح مصيريه،
باسم علي بيسدد ويسجل، ومعاها برضه الشناوي. باسم علي بيسجل هدف تاني للنادي الاهلي. 2 نادي الاهلي 2 نادي الزمالك، ولكن نادي الزمالك لسه له لعبه. نادي الاهلي 2 من 4، نادي الزمالك 2 من 3، ولسه بقى اللعبه الرابعه. ادي اللعبه، وادي احمد الشناوي اللي بيترمى مع كل كوره وبيسجل نادي الاهلي الهدف الثاني. وعمر جابر ركله الترجيح الرابعه. بتبقى على فكره صعبه جدا لما اللي قبلك بيضيع، بتبقى صعبه جدا عليك. اما لو اللي قبلك بيجيب بتبقى يعني معنوياتك احسن شويه. ادي عمر جابر ومباراه الاعصاب وركله الاعصاب الرابعه لنادي الزمالك. عمر جابر يا ولد يا لعيب. عمر جابر عملها بمعلمه. يمكن احسن لعبه اتلعبت عملها عمر جابر، وفتح وش رجله في اللحظه الاخيره. هنا بقى اللعبه الخامسه لو اتصدت من النادي الاهلي هنقول الف مبروك لنادي الزمالك حصوله على كاس السوبر. لو دخلت هيبقى في فرصه ثانيه ان نادي الزمالك يجيب الركله الخامسه بتاعته. يعني نادي الزمالك عنده فرصتين، اما يجيب او يصد. هنشوف بقى ركله الترجيح الخامسه لنادي للنادي الاهلي. هيلعبها سعد الدين سمير. هوبا بيسجل سعد سمير. 3-3 الركله الخامسه، ومش عايز اقول الاخيره لان لو اتصدت ما تبقاش الاخيره. ركله الترجيح الخامسه الحاسمه الفاصله لنادي الزمالك. نادي الزمالك بينه وبين الكاس السوبر ركله، بينه وبين كاس السوبر كوره، بينه وبين كاس السوبر. ادي بقى رد الفعل كان مستنيها، لان لو اتصدت كانت تعلن خلاص نادي الزمالك مش محتاجين نادي الزمالك الركله الاخيره. الركله الخامسه والدعاء موجود ومحمد كوفي موجود. يا ترى بقى شريف اكرامي هيكون موجود ولا كوفي هو اللي هيكون للكلمه العليا في الركله الخامسه؟ هنشوف ونتابع. الركله الخامسه، الركله الحاسمه، الركله المصيريه، محمد كوفي وشريف اكرامي. التركيز الشديد، لعبه لا تقبل القسم على 2. محمد كوفي هوبا يضيع كوفي. مش ممكن على ركلات الترجيح ومتعتها واثارتها وحلاوتها. ياه حسام حسن طبعا يعني كان الله في عونه. 5 ركلات ترجيح، اول 2 يضيعوا وانت اول 2 تجيب. يعني مش ممكن يا محمد يا كوفي. يعني كان فرصتين عندك، فرصتين بالنسبه لك. ادي بقى مدرجات للنادي الاهلي ومدرجات نادي الزمالك مفصولين على فكره، دول ناحيه اليمين ودول ناحيه الشمال. وهنا بقى نقطه ومن اول السطر وهنبدا من جديد. لعبه ولعبه، ركله وركله، لعبه ولعبه. ادي اللعبه الخامسه بتضيع، وادي صبري رحيل والركله السادسه. صبري رحيل بيسجل الركله السادسه، وتصبح النتيجه 4 النادي الاهلي 3 نادي الزمالك. هنشوف بقى مين اللي هيلعب ركله الترجيح السادسه لنادي الزمالك. هيلعب احمد توفيق. يعني هتبقى صعبه جدا بالنسبه لاحمد توفيق، اما يستعيد ثقه الجماهير واما هتبقى مشكله بالنسبه له مع الجماهير. هنشوف بقى احمد توفيق هيتغلب على العامل النفسي ازاي. يعني ناحيه نفسيه كبيره جدا جدا وصعبه على احمد توفيق، وشريف اكرامي بيحاول يعني يبوظ له اعصابه شويه. ادي احمد توفيق والركله السادسه. احمد توفيق ويسجل الهدف الرابع لنادي الزمالك. 4-4. وهنلعب تاني لعبه ولعبه، ركله وركله. خلاص تعادل في الركلتين دول، يبقى هنلعب تاني ركله وركله. 4 نادي الاهلي، 4 نادي الزمالك. لمسها والله شريف اكرامي، لكن يعني احمد ربنا بقى يا احمد يا توفيق ان ما كنتش انت سبب خروج نادي الزمالك. لسه المباراه قائمه، لسه كل حاجه وارده.
ادي بقى ابراهيم وحسام خلاص يعني بقينا نعرفهم خلاص. ابراهيم دخل الجيم شويه كده يعني بدا يبقى في فارق بينه وبين حسام حسن. ادي بقى محمد رزق وركله الترجيح. محمد رزق ويسجل رزق. حلوه يا رزق، حلوه يا رزق، بيسجل رزق. هنا بقى اهم حاجه انك تلعب ركله الترجيح صح وخلاص، صح. جت بقى اتصدت، المهم انك تعمل اللي عليك، ورزق عملها صح. كان ممكن يصدها احمد الشناوي، ولكن اهم حاجه ان رزق يكون لعبها صح. هنا فرصه النادي الاهلي، لو ضاع او لو صد شريف اكرامي يعلن فوز النادي الاهلي. وادي بقى ابراهيم صلاح وركله الترجيح السبعه. 5 النادي الاهلي، 4 نادي الزمالك، وابراهيم صلاح على ركله الترجيح السبعه. شريف اكرامي في مواجهه مع ابراهيم صلاح، وكره قد تحسم السوبر، وابراهيم صلاح وشريف اكرامي. ابراهيم صلاح ويضيع ابراهيم صلاح، ويفوز النادي الاهلي بكاس السوبر عام 2014